منك لن ترقت عيني وأطيب منك لم تلد النساء وأجمل منك لم ترقت عيني وأطيب منك لم تلد النساء يا رب العالمين وبحق المسلمين حمدين وشاكرين الله 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 وبيد رسول الله اسقني شربة نجاح الله 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 صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها لعلي أراه أفوز رضاه وقلبي معاه حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة تدوم وتصلي اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة تدوم وتصلي حبيب الله في أسمى المعاني الله الله ونور الله في أجلى وياني الله الله صلاة الله قدسي سلام على المختار سيدنا محمد سالك يا نبينا ويكسر لك سلام مبعوث على المدينة بدموع من الكلام مشتاق يا نبينا وبرسل لك سلام مبعوث على المدينة بدموع من الكلام إني أحب محمدا والله خير شاهدا يا رب صل على المدى أبدا عليه مجددا إني أحب محمدا والله خير شاهدا يا رب صل على المدى أبدا عليه مجددا حبيبي محمد يا أجمل هدية أنت الغالي علي يا جد الحسنين اللهم صل على محمد الله يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل عليه وسلم. ما شاء الله عليكم انتوا الاثنين. احمد ويوسف الاثنين اخوات، والحقيقه ان هما مبدعين مش بس اخوات، منشدين ومبتهلين حافظين القران الكريم من وهم عمرهم صغير جدا. احمد رغم ان هو شويه بيعاني، لكن هو تخطى كل الصعوبات دي وبقى بيعمل حاجات كتير قوي. صح، انت بترسم وخطك جميل قوي وبتتكرم على الخط الجميل ده وانا شفته، وكمان بتنشد وبتبتهل حافظ للقرآن. احنا مش جايين نحسد، لا ده مش حسد، ده تميز. انت ما شاء الله عليك متميز. يوسف انت كمان ما شاء الله صوتك جميل قوي ومنشد ومبتهل وصوتك حلو قوي. انتوا الاثنين مميزين. انت قلت لي يا احمد ان السبب في التميز ده واللي بيساعدكم عليه هي ماما، صح؟ صح، هما كلامهم صح؟ لا صح. دي مفاجأة، دي مفاجأة بقى. هما اللي بيضيفولك؟ بجد هما اللي بيضيفولي. ازاي بقى؟ يعني احمد لما بدا يحب القران وهو صغير والناس قالت ان خرجه حلوه وبدا صراحه يعمل الحاجات دي، شجعني كتير، ودي كانت حاجه فارقه في حياتي جدا اولها واهمها ان انا احفظ القران. يعني انت حفظتي القرآن معاهم؟ انا الحمد لله كويسه بسبب مهم. يعني هم كان ربنا مقدرهم بسبب ان انا احفظ القران. ما شاء الله. وغير ان انا
لله امتحنت فيها، انتظر النتيجة ان شاء الله. كل ده عشان خاطرهم، يعني هم ان شاء الله تنجحي فيها. يا رب يا رب. لا بجد ضغطوني، يعني هم اضافوا في حياتي مش انا مش انا بعمل. لما بيقعدوا بقى معاكي كده بيبقى ليهم احلام تانية، ولا عايزين يسلكوا طريق الانشاد والابتهالات؟ لا كل واحد عايز يطلع حاجة يعني. يوسف دايما يقولوا جيش. عايز يطلع ضابط. نيفي. انا قلت لك عندنا فوق السلاح جوه مش هتصدقني. بجد يعني بيقولوا هي موضوع الجيش والشرطة. عايز يطلع ضابط يعني. احمد عايز يقولوا بقى ان هي الحاجات اللي هي العبقرية، اللي عايز يبقى مخترع، عايز يبقى مجتهد، عايز يبقى عالم. ساعات يقول انا عايز ابقى عالم، عايز ابقى دكتور. دكتور عظام في الاطفال. طب ليه يا احمد؟ عشان اعالجنا. هو في دماغهم مفيش حد عارف يلاقي لحالته علاج، فانا خلاص انا دكتور عظام ادرس الحاله بتاعتي. قصدك ايه؟ فانا هلاقي علاج منها. اللي أنا يعني أكتر حاجة بالنسبة لي بتوجع العظم. ايوه، ما هو اكتر حاجه بتوجعك العظم، فانا اروح للدكاتره كتير صح؟ بس أنا لما كنت بعمل الإكسراي كنت بحط الدكتور محمد قلت له هو قال لي أنت كنت عايز تطلع إيه؟ قلت له عايز أطلع دكتور عظام. فقال لي ليه أنت عايز تطلع دكتور عظام ليه؟ قلت له عشان العظم أكتر حاجة بتوجع بالنسبة لي. قال لي لو في أكتر حاجة بتوجع العظم الأعصاب. أي حاجة تانية هو قال لي الأعصاب. يعني هو حاول يقترح عليك تخصصات تانية، لكن انت صممت تطلع دكتور عظام، صح؟ وده حلمه هو. انت حافظ القرآن من وانت عندك كام سنة؟ بدأت من 4 أو 5 سنين. طيب من 4 بقى أو 5 سنين حفظت لحد دلوقتي؟ ماما قالت 13 جزء صح؟ تمام، حفظت بقى 13 جزء. يعني ايه السورة اللي في 13 جزء دول مقربة لقلبك؟ اه ممكن نسمع يعني اسمعك وانت بتقرأها دلوقتي؟ بالظبط. لا اي حاجه او حتى من اولها عادي. ماشي اتفضل يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء وأنهار من غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. صدق الله العظيم، ما شاء الله عليك ما شاء الله. بشكرك جدا يا احمد، بشكرك يوسف جدا. وهي الحقيقة ان انا بشكرك انتي كأم على حسن التربية دي.